السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير، لا بأس عليكم، كل عام وأنتم بخير. خبر غريب جدا، والغرائب دايما تأتينا من هكا. خبر بتتداوله دلوقتي صحف عربية كثيرة عمره ما حصل في التاريخ. لاعب كرة قدم جزائري محترف في تونس راح السعودية، شارك في مباراة هناك، وهم بيسلموا عليه المسؤولين في السعودية بتوع النادي المنافس، بيسلموا عليهم بعد الماتش. سرق ساعة من ايد واحد وهو واقف. تخيل. حصل ده، ونقلته حتى صحف الجزائر بالمناسبة، يعني لانه حاجة ما تستخباش. لاعب جزائري ده أوراس صحيفة القريبة من عبلة. لاعب جزائري محترف في تونس رهن الاعتقال بتهمة السرقة. يتواجد اللاعب الجزائري عبد القادر بوطيش في ورطة حقيقية عقب إلقاء القبض عليه في المملكة العربية السعودية. كشف موقع نسبة سبور التونسي بأن اللاعب الجزائري الناشط في فريق الاتحاد المنستري يتواجد رهن الاعتقال للاشتباه بالتورط في عملية سرقة. وتنقل متوسط ميدان مولودية وهران سابقا رفقة ناديه لخوض مباراة الذهاب في الدور الأول لمنافسة كأس العرب، كأس سلمان، أمام فريق يمني قبل أن يلقى القبض عليه في المطار من قبل الشرطة السعودية. وكشف المصدر ذاته بأن اللاعب تم إيداعه السجن قبل عودته إلى تونس يوم 6 إبريل الماضي، اللي هو المفروض الجاري، 6 إبريل الجاري. وأضاف الموقع ذاته بأن لاعب خط الوسط ترك وحيدا، ولم يتنقل أي مسير للوقوف مع اللاعب الجزائري الذي لا يزال رهن الاعتقال. ولم تخض إدارة، صياغة عربية زي الزفت، أنا بقرأ لكم اللي مكتوب على فكرة، ولم تخض إدارة الاتحاد المنستري في قضية اللاعب بطريش رغم مطالبتها بتقديم توضيحات لجمهور النادي التونسي. سمعت يا سيدي؟ خبر ما يطلعش غير من هكا. في اوروبا تسمع كده، في هنا تسمع كده، زي الواد اللي دايما احطه لكم، ما تسمع اسم الجزائري اللي ها سرق، ها رفد، ها دروه، ها هزوه، ها عملوه اهو. ما تحشموش، والله ما تحشموا، ما فيكم ريحه الرجله هكا، شعره ريحه الرجله ما فيكمش، بهدلتوا بينا وخسرتوها علينا، ولينا نحشموا باصلنا، وليت نحشم نقول انا جزائري. نقصر معاك شي واحد يقول لي تيدو نحشم نقول له انا جزائري، باسكو علاش؟ تسمع غير او سرق او خطف، هاو دا هاو قريصه هاو تبلا هاو مرفدوه هاو دار. علاش ما نسمعوش علينا حاجه مليحه كيما نسمعوا الاجناس الاخرين؟ اهو لاعب محترف، المفروض ده بياخد فلوس كويسه، يعني المفروض يعني، وراح يلعب في تونس في كاس في السعوديه، ودخل عادي عشان ما يقولكش ايه، لانهم بيروجوا في الجزائر بقالهم يومين انه دخل. لا، ده هو اصل كان مش عارف تشابه اسامي وحاجات بائسه كده. لا، هو دخل عادي مع الفريق وخد الختم مع، دخل عادي. بس وهو بيسلم على واحد من السعوديين، تخيل انت بيسلم عليه، راجعوا الكاميرات، ده بحسب ما اتقال لنا في السعوديه، راجعوا الكاميرات شافوا الموضوع، قال لك سرقوا الكحل من العين، ياخدوا الكحل من العين، جابوه. على ما رجعوا الكاميرات كان هو في المطار، وقفوه في المطار قالوا له لا ارجع تعالى، عايزينك فين الساعه؟ أرى. تخيل. ليه بقى بقول لك الكلام ده؟ لان ده اللي بكلمك فيه، ان مفيش تربيه للناس. اهو منين ما يروحوا سفراء الجزائر في اوروبا في كل مكان بهذا الشكل، بس هم فالحين الاخرين. في الداخل صحافته اهتمت بالمشكله الكبيره دي؟ لا. هل دي مشكله فرديه؟ لا، ده ظاهره عامه. قالها مصطفى طاطا نفسه وهو بيتكلم عن طوموبيله والده، ظاهره منتشره في الجزائر، وما كنتش اعرف انها منتشره قوي كده. اهو نتكلم على جريمه سرقه السيارات، لانه سرقه السيارات يعني امر مستفحل ومعروفه، جريمه معروفه، ولكن الشيء الغريب انها تقع امام مستشفى. يعني منتشره، يعني موجوده، ناقشتها. مش بس كده، ده لسه امبارح وصلوا لمرحله هوليوديه. اكشن سرقه مكتب بريد، دخلوا عليه 8، دخلوا عليه بحاجه هوليوديه، وكانوا مجهزين مركب هيسافروا بيه، يحرجوا بيه الى اوروبا. تخيل. والمفارقه ان من ضمن ال8 دول واحد سارق مكتب بريد قبل كده برضه من 3 شهور، وبيقولوها في التقرير عادي اهو. ولاية البلاغ وارد إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشرطة
مفاده تسطو مسلح على مركز بلدية أغبال. مباشرة تم التنقل إلى عين المكان تحت إشراف قائد المجموعة، ومباشرة التحقيق بالتنسيق مع السلطات القضائية. بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبرة العلمية والاستعانة بخرائط الكشوفات الهاتفية، تم حصر الأرقام الهاتفية المشتبه بها. بالاستعانة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل الدرك الوطني المعلمة، تم توقيف المطورات الأول الذي أفاد. اقول لك ايه تاني؟ ظاهره، لكن انك تدور تعالجها، لان دي مصيبه سودة. وكان من شهر ولا شهر ونص لما كنت في مصر ونشرت لكم فيديو، لقوا خزائن فولاذيه من بتاع البنوك مرميه في وادي من الاوديه. خزائن فولاذيه من بتاعه الفلوس بتاع البنوك اتسرقت واترمت في وادي، ولا قالوا من بنك ايه، ولا قالوا اتسرقت امتى، ولا ازاي، والو بس نقلوا لنا الخزائن وهم بيطلعوها من الوادي، وما مفتوحه فاتحينها بالبتاع ومفتوحه ومتاخد اللي فيها ورموها في وادي. كل دي الظواهر دي تعرفك بنتكلم عن مين. نعرفك ان صحافه هذا البلد يا شنقريحه يا شنجريحه، صحافه هذا البلد معنيه انها تربي الناس دي وتفهموا القيم وتفهموا حاجات كتيره، بدل ما هو قاعدين يقول لك ايه يعني. حتى تسمع منهم خالد نظار لما رئيس المخابرات لما بيوزع عليهم نوتة يطفحوها في التعليقات، تلاقيها تفوح غباء. يعني حتى ما عندوش فن في ترويج الكلام، في ترويج الكذبه، في ترويج الفكره. والعجيب الاعجب من الغباء ده اللي بيتعاطاها ويلوكها. يعني من ضمنها مثلا اليومين دول هتلاقي في التعليقات يقول لك ايه، عماد فواز متجوز دركيه مروكيه. والله العظيم هتلاقوا كتير اليومين دول في التعليقات. هم ليهم كل فتره كده حاجه، يعني مثلا قبل كده كنت عايز اخد فيزا ورفضت الجزائر تديني الفيزا، عشان كده بهاجمهم، يسكتوا شويه ويقوموا مطلعين حاجه تانية. المهم من ضمن كنت متقدم لواحده جزائريه ورفضوني، فانا عشان كده حاقد عليهم. حاجات كده نوتات بتطلع مره. اليومين دول اني متجوز دركيه مروكيه. عمرك شفت غباء اكتر من كده؟ طب ما تخليها مروكيه بس عشان تمشي. ليه درك على فكره في قانون المغرب وفي قانون الجزائر بلدهم نفسها وفي قانون مصر وفي اي قانون ممنوع دركيه بوليسيه او دركي او بوليسي او ضابط في الجيش او ضابطه في الجيش، ممنوع دول يتجوز اجنبي بالقانون، بحكم القانون ممنوع. عن في المغرب، في الجزائر، في مصر، اسال هتعرف ده. والمفروض اللي كاتب لك الامر ده تقوله في التعليقات يكون عارف كده. بس غباوه، كذب. طب ما تقول مروكيه وبس، اشمعنى دركيه يعني؟ عشان هي اللي بتكتب لي اللي بقوله يعني؟ ما ينفعش قانونا، ما ينفع. انا اجنبي على فكره، انا اجنبي والله ما ينفع. تخيل قانونا ما ينفع. قلب واسال وشوف، عشان غباوه حتى في الكذب. دركيه متجوز دركيه مروكيه عشان كده بيهاجمنا. يا سلام يا سلام. ايه المنطق في الكذبه؟ ولا تفهم. ويلوكوها وياخدوها ويا حلوه طعمه غبيه، بس طعم عادي جدا. ما احنا من امتى بنفكر؟ على رايي كان في فيلم الرهينه، احنا من امتى بنسال الاسئله دي يا كلاوي؟ عادي يعني. بدل ما تفكر فيما يعاني فيه مجتمعك من هذا البؤس. لاعب سفراء بقى، ده بقى موضوع. شفت اللاعبين المراركه؟ طب شفت اسود الاطلس بهروا العالم ازاي؟ تبارك الله ما شاء الله، الله يحجبهم ويوفقهم وينجيهم. شفت بهروا العالم ازاي في الخليج برضو، في الخليج برضو، في قطر قدام العالم. شفت الفرق؟ شفت الفرق بين المجتمعين؟ شفت الفرق في التربيه؟ شفت الفرق؟ ده الفرق، ده اللي عايزك تشوف. ان البدع من عندك ما تلقاش زيه، ما فيش له مثيل. لاعب دولي محترف راح يسلم على واحد سعودي، ازاي عملها؟ شوف الفن، شوف الحرفه، شوف امال العادي بيعمل ايه؟ لما ده لاعب دولي لقطها في دقيقه، سلم عليه طلعت في ايده وما حسش الا بعدين. رجعوا الكاميرات، كان هو خلاص خلص الماتش وراح الاوتيل وباتوا يوم، وتاني يوم وقفوه في المطار قالوا له تعالى يا حلو، تعالى يا عبد القادر. هو اسمه عبد القادر لمحاسن الصدف برضه، عبد القادر بطريش. تخيل، الا يرى عبد المجيد كفته ان عنده ازمه في البلد؟
بهؤلاء السفراء اللي صيتهم زائع، بعد كده اللي هيشوف جزائر هيمسك جيوبه زي ما كانوا في قطر. ألا يرى إن عنده مشكلة كبرى؟ ألا يرى شنجريحة ويرى خالد نزار إن عنده مشكلة كبرى الأولى إنه يهتم بيها أهم من أي حاجة تانية، المروك والرامبوا والبطيخ ده؟ ألا يرى طاطا علجية حسن إن في عنده مشكلة في مجتمعه ومن دوره ومن واجبه إنه يواجهها؟ السرقة موجودة في أي مجتمع، موجودة في أي مكان، لا أدعي الفضيلة، موجود في كل مكان في أي دولة أيا كانت على وجه هذه الأرض، إنما مش بالطريقة دي، مش من فوق لتحت كله، مش بطريش بالطريقة دي. أوه نو، في كده، في كده. شفت الفرق بين ده وده؟ شفت الفرق بين الأسود وبين الثعالب؟ شغل ثعالب. محترف في تونس ده المفروض بياخد فلوس كتير، امال العادي بيعمل ايه؟ شفت بقى العقول عامله ازاي؟ ده اللي بقول لك عليه، استهدف العقول يا طاطا، واستهدف العقول يا شنجريحه، واستهدف العقول يا خالد نزار. محتاج الناس دي تتبني من اول وجديد. انت في مأزق وهم في مأزق، صدقني. بدل ما تقعد تقول له مش عارف مين متجوز دركيه مركيه، دركيه والله يعني حتى الغباوه مستواكوا طالع فيها. ولذلك بقول لك يا ودي، يا ودي أنتم في مأزق كبير. لم أرى في حياتي مثل هذا، ولن يرى أحد مثل هذا. وده وزعته على الصحافة في مصر، طوعت إني أوزعه على الصحافة الرياضية في مصر عشان يشوفوه. وفي الخليج الدنيا زيطة، بيتحدثوا عن مهارة طروشي ده ولا اسمه إيه؟ بطريش. مهارة بطريش في سلام في دقيقة راحت. مهارات محترف صحيح. عرفت المأزق اللي انت فيه؟ دول سفرائك وهذا وجهكم الحقيقي، ودائما البدع يطلع من عندكم. دي الحكاية. اشوفكم على خير.